عملت لكم النهارده فكره حلوه قوي، عباره عن صندوق حلويات هديه للبنات. شكله جميل جدا وبسيط من اعاده تدوير برطمان ازاز. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تعرفوا ازاي عملته. هستخدم برطمان ازاز باي حجم، وهستخدم دائره من الورق باللون البينك، وهستخدم دايرتين بمقاس واحد، دايره باللون الابيض ودايره على شكل اطار دائره من الفوم. وهستخدم هنا كده ستيكر على شكل كب كيك، وهستخدم هنا ورقة كب كيك بأي لون، برضو أنا حبيت اللون ده. وهستخدم فصوص عشان أزين، وهستخدم قلم باللون البينك عشان هنستخدمه في تحديد الدايرة، وهستخدم كمان لاصق سيليكون، وهستخدم بقى حلويات عشان أضيفها جوه البرطمان. يلا بينا بقى نبدأ. هبدأ كده إن أنا أحط سيليكون على أطراف الغطا بالشكل ده من جميع الاطراف من فوق من الجوانب، وهثبت عليه ورقة الكب كيك، وابدأ كده ان انا ادوس عليها عشان اتأكد ان هي ثبتت كويس جدا، وهيطلع شكلها حلو قوي في الاخر بالشكل ده كده. هثبتها. بعدين بقى هستخدم الدايرة اللي هي لونها بينك، وهبدأ كده ان انا اعمل الاطراف باللون البينك القلم ده بالشكل ده، عشان ده هيديها شكل حلو جدا وواضح. بعدين بقى هستخدم دايرة اللي لونها ابيض، وهكتب عليها كلمة كاندي بنفس القلم بالشكل ده كده. وبعدين هثبت على الجزء ده هنا كده الستيكر اللي احنا عرضناه في الاول. بعدين هثبت عليه بقى الاطار الدائري من الفوم بالشكل ده كده بالسيليكون. بعدين هثبتهم بقى على الورقة اللي باللون البينك بالسيليكون. بعدين بقى هستخدم حلويات. استخدمت حلويات باللون الاخضر، واستخدمت حلويات باللون الاصفر، وكان في وسطهم كده حلاوة باللون الابيض، ممكن نحطها في الاصفر او الاخضر عادي. واستخدمت حلويات باللون الوردي. دلوقتي بقى هبدأ كده ان انا ارص الاول اللون الوردي في البرطمان من تحت كده بالشكل ده. بعدين هحط اللون الاخضر فوق الوردي بالشكل ده، واحط في وسط اللي هي البونبونايه البيضة. بعدين بقى احط اخر طبقة واللي هو اللون الاصفر. طلع بجد شكله مبهج قوي وتحفة في النهاية. بعدين بقى هقفله بالغطا اللي احنا زيناه في الاول ده بالشكل ده اهو. بعدين هلزق عليه الستيكر كده من قدام، وهزين الغطا بفصوص، وهحط هنا فيونك كده. بس كده طلع شكل كيوت قوي وتحفة في النهاية، بجد مبهج جدا. والوان البونبون اللي جوه عاملة شغل جامد الصراحة. تقدري بقى تديك هدية لصاحبتك، او ممكن تكافئي نفسك بيه. لو عجبتك الفكرة متنسيش تكتبي لي رأيك في التعليقات، وتشيري الفكرة لاصحابك، وتعملي لايك للفيديو. وبس كده، مع السلامة.